السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ الاخبار ان شاء الله تكونوا بخير وباحسن حال. معاكم بيدو حسن. النهارده رجعت لكم بفيديو جديد، وكمان من خلال الفيديو ده هنبدا ان احنا نتعرف مع بعض على طريقه جامده جدا. وطبعا انا بحضر لك طريقه موبايل التاني علشان برضو اقول لك المقدمه ونخش في الموضوع على طول. مبدئيا كده الموقع بتاع النهارده اللي احنا هنتكلم عنه موقع تركي، ولكن موقع تركي من قبل ما تقبل الفيديو بس كده عشان انا عارفك. موقع تركي جديد من غير حظر، من غير اي حاجه، من غير تجميع نقاط، وحاجه ممتازه جدا. طيب خلينا ندخل على الموقع مباشر علشان نبدا ان احنا نشرح الموضوع. ما تنساش انك تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه علشان ما يفوتكش الفيديوهات الجديده ان شاء الله اللي هتنزل. يلا بينا نبدا فيديو النهارده، يلا بينا. اولا الشاشه دي هتعرض لك كل حاجه بالتفصيل. طبعا اول حاجه هتدوس على اول كومنت مثبت. كمان ليه في شراء متابعين، عايز تشتري متابعين، عرض كينج، عرض توفير، عرض الملوك، عرض اصحاب الارض. دول 4 عروض من خلالهم تقدر ان انت تبدا تطلبهم من خدمه العملاء، وكمان بيبيعهم لك باسعار كويسه جدا. واظن ما فيش حد بيبيع بالاسعار دي اساسا في الوطن العربي كله. فاسال على العروض وان شاء الله ربنا يوفقك. هنا بيقول لك تسجيل الدخول، اسم مستخدم، كلمه سر، وكمان لازم الموضوع ده يكون باكونت غير اساسي. يعني ما تسجلش بالاكونت الاساسي علشان الحساب بتاعك ما يتابعش ناس كتير. تمام. ودي المشكله اللي بتواجه ناس برضو كتير، وتيجي تشتكي لي منها وتقول لي انا الحساب بتاعي اخترق يعني او اتهكر او غيره. فانا بقول لك اهو من البدايه حاول ان انت تسجل بحساب غير اساسي، عشان الموضوع هنا يعني بياخد منك الاكونت ويبدا ان هو يتابع بيه ناس تانية. دي مصلحه، عشان برضو انت لما بتحط الاكونت بتاعك وغيرك بيحط الاكونت بتاعه فبيجي لك عدد متابعين وهو بيجي له عدد متابعين. هي لفه كبيره، بس اهم حاجه ما تسجلش بالاكونت الاساسي. تيجي هنا تسجل بالاكونت زي ما قلت لك الغير اساسي او الوهمي. اسم مستخدم، كلمه سر. خليني اسجل. بعد ما سجلت بالاكونت هيبدا ان هو يجيب لك هنا 125 لاف، وكمان 125 متابع، و25 كومنت، وشكل جامد قوي كده. هنضغط على الفولورز بالشكل ده، وهتيجي هنا تحط اسم المستخدم، المراد الزياده اليه، بيدو اندرسكول حسن 0، وهتبدا تضغط على البحث عن المستخدم. بعد كده هيوجهك على الواجهه اللي بعد كده، وهي واجهه التسجيل في العدد الخاص بالموقع. تمام. من خلال العدد ده هو طبعا هنا كاتب لك كام؟ كاتب لك 125 كده، 125، واضغط على كلمة بداية. تمام. طبعا تنتظر الثواني دي علشان يبدا ان هو يبعت لك يعني عدد الفولورز. يعني ممكن تنتظر الحاجات البسيطه دي لغايه ما يبعت لك العدد. تمام. خلينا نتكلم بس على ما يبعت العدد في العروض اللي انا بقدمها. عروض بضمان، ده اولا. ثانيا عروض انستجرام، وفي موضوع التيك توك والفيسبوك برضو، وفي عرب عندنا وفي اجانب، في كل حاجه. ممكن تتواصل مع الرقم اللي ظاهر قدامك على الشاشه ده علشان تبدا تشتري متابعين. تمام. عايز المجاني، شوف المواقع الجميله اللي انا بشرحها في الفيديوهات اللي انا بنزلها على القناه، وكمان بشكل مجاني ومن غير فلوس، وحوار جامد قوي كده. فشوف القناه واشترك وفعل الجرس لو ما كنتش مفعله. تمام. طبعا هو هنا بعت لك عدد متابعين. المفروض ان انت بتستنى الوقت ده اللي هو ال 90 ثانيه دول، وبعد كده بيبدا ان هو يكمل لك العدد كله في الحساب بتاعك. وبرده لو عايز تزود فوق كده عدد تفاعل اللي هي القلوب، ممكن تزود برده قلوب زي ما انت عايز، وهجربها معاك في الفيديو ده. تمام كده. اهو الوقت المتبقي 81، يعتبر اهو 78. بننتظر بس الحاجات البسيطه دي لحد ما يبدا يحمل معانا علشان نخش ونتاكد مع بعض برضه. حاول ما تخرجش من الصفحه، ولكن انا عشان كده كده مش هاممني الموضوع، انا بشرح لك بس وانت تطبق. فهتيجي كده على عدد الفولورز، حدث الصفحه زي ما انت شايف قدامك كده العدد بيوصل اهو. وطبعا مش لازم انه يوصلك كله مره واحده، انت ممكن برضو يعني زي ما انت شايف كده 65 متابع. الوقت المتبقي اظن دقيقه يعتبر يعني. تمام. فبتبدا ان انت تخش على الانستجرام بالشكل ده وتحدث الصفحه. تمام. العدد بيوصلك واحده واحده، يعني مش شرط ان هو مثلا يعد معاك كده ويبعت لك العدد، لا. انت ممكن بعدها بربع ساعه ولا ب 10 دقائق تلاقي العدد كله واصل لك. تمام. بالشكل ده كده اهو، حدث بيجي لك العدد واحده واحده. تمام. وده الموضوع كله. عندك برضو اللايك، خش على اللايك كده، تحط هنا الرابط. انا مش هاممني، انا بقول لك انا لو عايز اللايك كله او المتابع كله بفضل ثابت في الصفحه، ما بطلعش منها وما بخرجش منها. عايز اللايك اللاف اهو، هنزل تحت احط هنا رابط الصوره، وليكن مثلا انا عايز الصوره اللي هي دي. تمام. الصوره الاخيره. ماشي. واحطها هنا ربط، واحطها في المكان ده كده بالشكل ده اهو، وابدا اضغط على البحث عن وظيفه. وبعد كده هبدا ان انا احط العدد بتاعي اهو. تمام. ونفس النظام برضو، انا مش عايز اطول الفيديو بس الموضوع اصلا ما يستاهلش. وابدا اضغط على بدأت في التقديم، ويبدا يبعت لي عدد اللايكات. بس كده، ده كل الموضوع، وان شاء الله الجميع يكون مستفيد. اشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.